واقوى مباريات دوري الابطال او تحديدا دور ال 32 في دوري الابطال كان لقاء العوده بين مولوديه بجايه الجزائري او مولوديه بجايه الجزائري مع النادي الافريقي التونسي. لقاء الذهاب كان انتهى 1-0 لصالح الافريقي، وكانت مباراه العوده في بجايه كانت في ملعب الوحده المغربيه بيتسع ل 18,000 متفرج، كان ممتلئ عن اخره بالجماهير، وكانت مباراة في منتهى القوة. هنتابع جانب منها. المباراة زي ما كتير مننا عارف انتهت لصالح مولودية بجاية 2-0. الشوط طبعا الافريقي لابس الفانيلات البيضاء بخطوط حمراء وبجاية في الجانب الاخر، والحقيقة المباراة كانت سجال في الشوط الاول انتهى بالتعادل 0-0، وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح مولودية بجاية. الحقيقة يعني طبعا ضربة جزاء صحيحة، ومنها سجل الهدف الأول كان من ضربة جزاء. مولودية بجاية اللي احنا شايفينه أمامنا ده الحقيقة يعني للي تابع المباراة فريق في منتهى القوة. أولا نداي عمر اللي سجل الهدف كان من ضربة جزاء، ده مهاجم فرنسي أو من أصول فرنسية، عمره 27 سنة، والفريق الحقيقة عنده عناصر متميزة ورائعة. يعني يمكن انا عجبني جدا الظهير الايسر بوكريا رقم 14 الياس بوكريا، واللاعب اللي سجل الهدف كمان مورجان بيورتونجال، لاعب متميز سجل هدف في الدقيقه 63. الفريق اكتر حاجه تلفت النظر فيه الفريق الجزائري اول حاجه انه بيأدي في الشوط الثاني بشكل افضل، الناحيه البدنيه والقتاليه عنده رائعه، الناحيه الشمال فيه متميزه، يعني فريق مولوديه بجايه الناحيه الشمال فيه متميزه. الياس بوكريا لاعب رقم 14 رغم ان عمره 34 سنه، بس هو محور اداء الفريق ومعظم الهجمات بتبدا من خلاله في الجانب الايسر. لاعب الوسط المهاجم بيوتورنجال اللي هو سجل الهدف، لاعب متميز جدا، وشفنا الهدف الثاني اللي سجله، ده لاعب على فكره تشادي الجنسيه. ياسين الصالحي كمان لاعب متميز، و